جابوا الوليد للكوفة. هذا هم الوليد طبعا. هسه لا تجي للجماعة وتقول لهم بويا الوليد هيك هيك، يقول لك لا أبدا لا تسولف عليه، حصانة عنده من الصحابة من كذا. بويا مروان حصانة من الصحابة، معاوية حصانة من الصحابة. بس أبو طالب كافر؟ بس أبو طالب اللي فدى الرسالة والرسول، اذهب لأمرك ما عليك غضاضة. يوم ما اجى النبي قال له يا عمي يا ابو طالب انا خسرتك مكانتك بين قريش، رصيدك الاجتماع استنفذته، تجارتك خسرت، بعد ما لك عين يم الناس صاروا يكرهوك لان انت واقف وياي. قال له بني اذهب لامرك ما عليك غضاضة، ابشر وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسدوا بالتراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. روح أنا أفدي دعوتك، أنا أوقف وياك، أنا أسندك. ما أعرف هاي الأمة شلون يعني، حتى من تسميها تكيل بمكيالين، هم يجي واحد ناقص وواحد زائد، هم مو صحيح. ما أعرف هاي الأمة بمن تفكر شلون. مو جزاء الإحسان الإحسان. أبو طالب حامي الرسول وناصره سويناه كافر، ومروان اللي مقضيها مطيرتي وشرب عرق أجل الله السامع أجل الله المكان، وخمر أجي أسميه من الصحابة ما أخلي عليه علامة. شايف؟ ما أعرف هاي الأمة، ما أعرف هاي العقول شلون توزن، ما أعرف هاي الناس شلون تختار. لحد الآن إحنا ما نعرف نختار على أي نظام، على أي قانون، على أي ضوابط نختار، هم ما نعرف لحد الآن. هم نشوف من المسؤول الويل والويلات وهم نرجع نجيبه نفسه. ويا مسؤول السيارة تكون عليه التكية، ماكو قولته أن يكون عليه مية العجين، يكون به حظ غير شو، نفس الجرودة تتناكث. هو هاي اكو سوق من أسواق العراق. يا جماعة الخير شوي ركزوا بهاي السالفة، خلينا نشوف. هو حديث النبي ماشي إن شاء الله مسترسلين به، بس واقعنا هم يحتاج شوية. اكو البارحة اجوني الإخوة من مؤسسة الشهداء، مؤسسة الشهداء اللي هي تابعة لمجلس الوزراء، المفروض أسوأ أقرانهم الموظفين اللي بمجلس الوزراء ناشدين خطية كاتبين بكل العراق طبعا أكثر من 4000 موظف، وذولا مؤسسة الشهداء الموظفين اللي بيها أكثرهم ذوي شهداء، يعني كل المتروس حلقة دم جايبين حاطين موظف هنا. المهم شو تسوي؟ أمرهم إلى الله، ما ساندهم حزب ما عندهم شيء، بس هي المؤسسة على أساس تابعة لمجلس الوزراء رواتبهم. واحد يقول أنا صار لي 23 سنة بالخدمة راتبي 600,000، شايب كبير. حطوني البودرة مال الرواتب والله ذات عليها تضحك تخرب ضحك. يعني واحد من عندهم راتبه 20,000 دينار من الموظفين بالشهر، 20,000 دينار. بس ما أدري إذا واحد من الوزراء عنده طفل تلقيه من هذا بالسنتين ماكو شيء كنا دع بالله يجوز يصرف له 120,000 دينار. زين هذا بزلمه بشوارب شلون ب 20,000 دينار بالشهر للشهر، وعنده عائله وعنده اطفال وعنده عيال، شلون يوكلهم وش ينطيهم؟ تشوف الرواتب عندي البودره اللي يحب يراجع انا موجوده عندي، هذا راتبه 200 وهذا راتبه 150 وهذا راتبه 100,000 بهذا الوقت، منين يجيب هذا؟ شلون يعيش؟ قلت لهم الصوت مو قالوا واحد اللي معرقل الشغله موظف برئاسه الوزراء معرقل رواتبنا ما يخلوهم يعدلوها. يعني مو كل دائره تابعه الوزاره اسوه باقرانهم. هسه هاي تابعه رئاسه الوزراء المفروض اسوه بموظفي رئاسه الوزراء، يعني المفروض يعطوهم مثل ذولاك. قلت لهم الصوت والله لا برئاسه الوزراء، الصوت تدري بيمين الصوت بينا، لان احنا شعب ما نعرف نختار. مثلا اكو سوق من رجعت لسالفتي، سوق من محافظه من المحافظات بايام صدام، تدري الناس اكلها الجوع يشتغلون كل شيء. واحدة من الأشغال أكو واحد اسمه فلان كان مفتح شمبر يسوي فتايل مع الصوبات، حاط له قطعة صغيرة وكذا ويفتح يصلح فتايل ويصلح صوبات نفط وكذا هالسوالف، بس كان هارب من الخدمة العسكرية. تدري قبل الهارب من الخدمة العسكرية يكفر ولا يكون هارب من الخدمة؟ هارب. هذا حاط له شمبر فلان، يصيحوا له بالسوق مشهور يقولوا له فلان فتيلة، صيحوا له فتيلة. هذا فتيلة. فد يوم اجت كبسه مال انضباطيه طبت للسوق لقيت فتيله، قالوا له هويتك، قال لهم هارب، شالوه حطوه بالبدي، خذوا فتيله حطوه بالسجن. فلان فتيله اسمه، والله فلان فتيله. شو ورا فتره سقط النظام، اجى العصر الديمقراطي، قالوا فلان فتيله طلع من السجين، بس تدرون شلون طلع يا شلون؟ قال طلعوه مسجون سياسي، هو هارب من الجيش. مسجون سياسي ايش سوى؟ وين راح؟ قاتل ما ادري والله شو لكم، قاتل بسوق العوره وين راح؟ المهم سوى مسجون سياسي فتيل. اخوي ما طول عليكم السالفه اريد اختصر. جيبوا فتيل ابوي
والله شو قبل فترة ما أدري والله، محطة من المحطات قلب بالتلفزيون أباويع، لأن القاط أزرق مع احترامه والرباط أحمر ومحفحف ومزلف ومرتب أموره وقاعد فد ميز كبير وبصفه مذيع يسأله ابويا هذا مو فلان فتيلة لو لا؟ قاعد ينام قال له والله شيخنا وهذا فلان فتيلة. طبعا هو ما يعرف التيم من البيك، ايش ما يفتهم شو قاط ورباط فتيلة، ولأنه قاعد له ورا ميز. يا ابو شي يشرح فينكم شي يسولف؟ يسولف علاقة العراق بدول الجوار واستراتيجية علاقة البلد بدول المحيط الإقليمي، وهالشكل يسولف بعلى صوت. ها حشا البلد الله يطيح حظ البلد اللي يقوده فتيلة. شر البلية ما يضحك حقكم والله. وأنا صافن أنا حاير بروحي والله. مش معقول هذا فتيلة صدق والله. زين بشرفكم أسألكم بالله، بلد ويقوده فلان فتيلة، هذا هم تقوم لقائمة بعد؟ تترجى المظلوم ينصف بهيج بلد؟ تترجى الفقير يحصل بهيج بلد بعد؟ إذا أبو فتيلة ركبوا الموجة وصار لي مدري بيها مسؤول بيها كابينة ما أعرف والله وين حاطيه، بس الله يعلم وين صاير. بعد أنت تترجى خير بهذا البلد؟ وين احترام التخصص؟ وين العدالة والعدل وضع الشيء بموضعه؟ وين الرجل المناسب بالمكان المناسب؟ فاحنا اخويا نريد نسولف، خلينا نحاسبوا انفسكم، خلينا نشيك رواحنا، ما ادري احنا ماشيين صح غلط، اختيارنا بمكانه مو بمكانه. وهذا سوء الاختيار مو من هالزمن اخواني، سوء الاختيار من يوم السقيفة. ليش اقول لك المعصوم من قال اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد؟ لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمله. السنة السيئة وخرنا علي بن أبي طالب عن مكانه وجبنا شعيط ومعاد قعدناهم. صار بالأمة تقسمت 73 فرقة. لو علي بن أبي طالب باقي يحفظ وحدة الأمة لو لا؟ يحفظ الإسلام لو لا؟ هذا الامتداد، هذا الإرث اللي يقولون عنه كتب السنة، النبي قال 12 إماما هذول اللي وراي خلفائي من بعدي، لو ظل بيدي 12 إمام الدنيا تمشي عدل لو ما تمشي عدل. بس هي الأمة هذا اختيارها مو صحيح، وجابوا الوليد وأمير ومكيفة بيه الوادي مثل شلون محافظ وجديد وكذا، والناس مكيفة بيه، والي الكوفة، والكوفة ذاك اليوم رقعة جغرافية مو سهلة، حوالي 4 محافظات وفق الخريطة الجغرافية مال اليوم. وإجا الوليد يصلي وصلاة الصبح، ايش قد صلاة الصبح؟ ركعتين، شو هذا صلاهم 4، من خلص صلاته 4 ركعات. الوراء قال له يا أمير شو ترحت زايد يا أمير، هذه صلاة الفجر. قال لهم شنو المشكلة؟ قال له أنت صليتها 4. قال أخاف أنا مقصر بحقكم أو أزيدكم أكملكم سويهم 6 ركاع 8 ركاع. ما أدري يعني. شوفوا تاريخنا. في يوم أيام واحد من المراجع، الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين، الشيء يذكر، واحد من المراجع شهر رمضان، تدري أخير الأيام، إحنا المرجع ما نندل وين طول السنة، نندل بأخير أيام شهر رمضان، آخر ليلتين 3 تقوم تحوص ماكو، بلكي باكر عيد وتفطر، هاي بس هاي ذيك السالفة كلها تصير مراجع. لا والطرقاعة شنو؟ نتكهن بالدين، الهلال هيك جاي، لا هذا ابو ليلتين، كل احنا نصير علماء فلك، لا ترى الخيط هالشكل جاي والهلال جوا ما ادري فوقه، نصير مع العلم اخواني. بس الدين عندنا صاير سهل احنا كمجتمع. ليش؟ لان العرف الاجتماعي يحكمنا مو الدين. الدين عندنا سهل. يعني الان اذا واحد يتمرض من عندنا يصير يروح يعطي وصفه طبيه بكيفه ويعالج نفسه؟ لو المن تروح للطبيب. واذا تريد تبني تجيب الصف الطابوقات بكيفك، لو تجيب لك مهندس وبنا ويبنوا لك. واذا عندك دعوه بالمحكمه طب وحدك، لو تجيب لك محامي. اذا لازم تجيب اهل التخصص يخدموك. ليش بالدين انا ما اسمع اهل التخصص؟ وشوف اذا قعدنا بمجالسنا هاي الشرعيه لا هاي حلال ولا هاي حرام وهاي ما اعرف ايش، وتشوف شغلات ما انزل الله بها من سلطان. واحده مننا هي طرقاعتنا اخر يومين شهر رمضان، وقالوا يابا نسمع كلمه المرجع. ذولك 2 مكان ما من العراق، ذول 2 ايش قالوا؟ قالوا يابا هم طبعا لا صلاه ولا صوم، قالوا هسه احنا شريعتنا واسعه، شو صلاه ماكو، صوم ماكو، وشهر رمضان اليوم 27، هسه خل نروح نفطر الناس ب3 ايام، هسه قحط قيل بشهر نروح نفطر الناس ب 27. شلون يعني شو نسوي؟
قال له هو مو يقول للمرجع اذا طبوا له اثنين يشهدون برؤيه الهلال يطع عيد؟ قال له طبعا. قال له خروه. وذاك الوقت اللي يشهد برؤيه الهلال بايام هدام يعطوه 25,000 دينار عيديه، المرجع يعطيه هديه، هاي اذا شاهد عادل. المهم الجماعه قرروا ينصبون على المرجع، راحوا دقوا بابه مرخصتك احنا ابوي شكوا احنا شفنا الهلال. الخادم قال لهم عمي اليوم 27، قالوا ايش شفنا الهلال؟ تريد نحلف لك وحق فلان دين؟ قال له تحلف تعال طب. طبوا بوهم اثنينهم على المرجع. المرجع عنده فراسه وهو من خلفاء الله في ارض مو انسان عادي. باوا عليهم شافوا مية الله بوجوههم ماكو. قال لهم انتوا شفتوا الهلال؟ قال له لا. نسولف لك عنه سيد؟ قال لهم لا، انت اطلع برا وانت ظل. طلع واحد بقى الثاني. قال له انت شفت الهلال؟ قال له اسولف لك؟ قال له لا تسولف، خلي اسالك قبل لا تسولف على الهلال. قال له تفضل سيدنا. قال له صلاه الصبح كم ركعه؟ قال له الصبح؟ قال له 4. قلت طلع برا يلا طلع. طرده. فمن طلع برا صاحبه بالباب واقف له، قال له ها بشر وين الفلوس وين الهلال؟ قال له لا فلوس ولا. طاح حضنه. قال له ليش؟ سالني وجاوبته. سالك صلاة الصبح ايش قلت له؟ قلت له 4. قال له غبي تقول له 2. قال له لك انا قلت له 4 ما قبل، قل له 2 يقبل. طيب شوف 4 هو ما راضي يرضى ب2. اي والله هذا مثل هذا شاهدها على الوليد، صلى صلاة الصبح 4 ركع مثل هذولا. قال له لا يابا امير هاي صلاة الصبح. قال شو ما قانعين يعني ازودكم اسويهن 6 اسويهن 8. المهم بعدين اجى عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه دنا من الوليد، صار قريب عليه، اشتم الريحه، التفت قال لهم يا ناس اكثركم شربتوا الخمر بالجاهليه؟ اجل الله السامع. قالوا له نعم اكثرنا شربنا الخمر بالجاهليه. قال لهم تعالوا اشتموا هذا الزنين اميركم اللي دازه. ليش البارحه اول البارحه لا تذكرون قلت لكم اسوأ فتره فساد اداري ومالي صارت في زمن الثالث، بيع مناصب، والتاريخ عاد نفسه ربعنا باعوا مناصب، سرقة خزانة وأموال دولة ربعنا سووا نفس الشيء. بتقول عثمان يحكمنا بس بدشداشة شيعية، نفس الشيء، نفس سياسة عثمان صارت. الوليد تعالوا اشتم ريحته. المهم طلع شارب خمر. أول من وضع حدا لشارب الخمر إخواني أحبة الكرام في الإسلام هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. شلون وضع حدا؟ جابوه عرضوه على اليمن على عثمان، العفو جابوه عرضوه على الامام امير المؤمنين. القاضي شريح هذاك اليوم، شريح قال انا ما اعرف شنو الحد مالته، اشخصوه الى علي. جاء الامام امير المؤمنين قال من شرب هذا ومن هذا فقد افترى، وهذا لازم ياكل حد المفتري. قالوا له ايش قد حد المفتري؟ قال 80 جلده. 80 جلده. عثمان واقف على المحكمه مالته، الصوت بيد من؟ بيد علي بن أبي طالب، هو الذي يقيم حد الله. الشداء على لا تأخذه في الله لومة لائم. جابوا الصوت وقف على راسه يضرب علي بن أبي طالب بكل قوته، بعد قوة علي بن أبي طالب يضرب بها واحد. المهم ضرب. عثمان قال له أوجعتني بضربه، يعني عنده رحم وياه. قال له أنا أقيم حد من حدود الله، لو عصيت، هنا أنا شاهدي بالحديث أحبتي، لو عصيت لهويت، ولو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هاي الشدة في الله، هذا الحاكم الحقيقي، هذا العدل. لو عصيت لهويت ولو سرقت فاطمة بنت محمد، مو هاي زوجتي، مو هاي حبيبة قلبي، مو هاي نفسي أم أولادي، إذا تسرق معاذ الله، لكن الأمثال تضرب ولا تقاس. الإمام راد يضرب مثل عيني للأمة، أنه الحق لا بد أن يطبق، أو العدل يطبق على الجميع. هذا الاختيار اللي راده إن الله.